قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. اثبت عندك يا جزرة، انا جيت لك يا جزرة. ايه ده؟ الحق يا معلم جزرة، ده معاهم سلاح. اجري بسرعة 50، اهرب بسرعة. جري الجبان، جري وهرب زي النسوان. الله ينور عليكم يا رجالة. كده جزرة هرب من الحارة، بس برضه ما ندلوش الأمان، ممكن يرجع في أي وقت. الحمد لله على السلامة يا ولاد، نورتوا الحارة تاني. بس رجعتوها المرة دي أبطال، عيني عليكم باردة، ربنا يسترها عليكم. أو النبي يا عم فوزي ربنا يسترها، عشان أنت عينك ما بتسميش بصراحة. أنا عمري ما أنسى ساعة ما نبرت عليها وأنا جايب العجلة الجديدة ووقعت اتعورت في الأرض. ابن عيب اللي انت بتقوله ده لعمك فوزي. يا عم اسكت، انت ما تعرفش حاجه، ده عينه بتجيب الارض على طول. ده انا كنت بهزر معاك. لا وزارك كان حلو بصراحه. خدت فيها 3 ايام عيان ما بتحركش من مكاني، راقد على السرير بسبب رجلي. بقول لك ايه يا عم فوزي، خلي بالك انت من القهوه كده لغايه ما اخد سرور وحموكشه ونروح كده البيت عندي عشان نتفق على الخطه الجديده. خلي بالك والنبي يا عم فوزي. حاضر يا معلم سيد، بس هشرب واحد شاي على حسابك. شفت يا سرور، انا مش قلت لك عمك فوزي ده بارد قوي؟ هيشرب واحد شاي ببلاش على قفا المعلم سيد. ماشي يا عم فوزي، المكان مكانك، اشرب اللي انت عاوزه. غير ما انت تقول يا معلم سيد، المكان مكاني. مش قلت لك يا عم سرور الراجل ده بارد قوي؟ ابني بس عيب بقى. يلا يا ولاد نطلع البيت يا ولاد. ماشي يا معلم سيد، ماشي يا معلم سيد. اموت واعرف العيال دي جابت السلاح منين، اموت واعرف جابوا السلاح منين، انا مش عارف. تهدى شويه يا معلم جزرة، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. اسكت انت، اسكت انت، عشان انت اللي وديتني في داهيه. ليه يا معلم جزرة وديتك في داهيه؟ ايه ده؟ انت اللي خطتك بايظه. انت بتقول ايه ياض؟ انا اللي خطتي بايظه؟ طب خد. خلاص يا معلم، حكى يا معلم، انا اللي غلطان، انا اللي قليل الادب واستاهل ضرب الجزم. بس النبي يا معلم بقى تسكت وما اسمعش صوتك، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. حاضر يا معلم، اللي انت تأمر بيه. كلوا يا ولاد، كلوا يا ولاد، البيت بيتكم، ما تتكسفوش، انتوا مش غرب. والله يا معلم احنا مش بنتكسف من حاجه، احنا طبعا هناكل، هناكل وهنشبع كمان. انتوا حموكش ما اكلتوش وشبعتوا، انا هزعل منكم. بيت بيتكم يا ولاد. المهم يا معلم سيد، هنعمل ايه بعد كده؟ مش كده جزرة طفش من الحاره كلها؟ لا يا سرور يا ابني، جزرة مش زي ما انت متخيل. جزرة زمانه دلوقتي قاعد بيخطط عشان يرجع الحارة تاني، بس هيرجع بطريقة تانية. زي ايه يعني يا معلم سيد؟ ده احنا روقناه خالص، ده اول ما شافنا جري زي الفراخ. اكيد هيرجع ومعاه ناس تانية، مش هيرجع لوحده طول ما هو عارف اللي احنا معانا سلاح. للدرجة دي كده يا معلم؟ اكتر كمان، ده انا اللي حافظ جزرة وعارف كل خبايا جزرة. ربنا يسترها يا معلم، ان شاء الله ربنا يسترها. فاحنا المفروض نعمل ايه دلوقتي يا معلم؟ المفروض اللي انتوا تداروا وقت اللزوم تظهروا بس، عشان جزرة يبقى يوم ما يفكر يجي هو وحد تبقى انتوا عاملين حسابكم. احنا هنسيبك انت اللي تتصدر له الاول يا معلم، ده حتى عيب علينا. اسمعوا مني يا ولاد، هو ده الصح. ايه يا معلم، بس انا خايفه عليك، يا يعمل لك حاجه ولا يجرى لك حاجه. لا ما تخافيش، العمر واحد والرب واحد. هنا يا معلم احنا مش هنستنى يا معلم لغايه الموضوع يوصل لكده، هو اول ما يظهر تاني هلاقينا زي العفاريت في وشه، ونخلص بقى يا معلم من جزره وحكاياته ونشوف موضوع سرور. موضوع سرور ماله سرور؟ يا ابني اسكت اسكت، هتودينا في داهيه. مالكش ما اقول له ونفتح الموضوع دلوقتي، والله هزعل منك. في ايه يا حموكشه ما تفهمني؟ لا ما فيش حاجه يا معلم، اما نخلص من جزره بقول لك. تمام يا ولاد، يلا بقى عشان تاكلوا. بسم الله، بسم الله، ده انا جعان قوي. بالهنا والشفا يا حموكشه. انتظروا الجزء ال11، ولو شاهدت الفيديو معايا لغايه دلوقتي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتعمل لايك للفيديو وتكتب كومنت تحفيزي عشان تشوف الفيديوهات الجديده.